31 سنه 31 دوره، حاجه مميزه جدا. هم كان زمانهم اعتقد 35 لان وقفنا احنا شويه واتغير اسمه شويه، فانا اظن انه كمان اكتر من 31 لانه اتغير اسمه في النص بقى اسمه حاجه تانية، بس هو ستيل كان مهرجان التجريبي. بتعمل لنا اعمال الحقيقه احنا كلنا بنفضل عاملين كده، عينينا ما بتسيبش يا سيدي ميرسي. فبجد الطاقه بتاعت الشغل دي بتجيبيها بتعب ويعني تعب شديد ومذاكره كتيره، والناس فاهمه ان الاداء ده، لا الاداء ده نتيجه تعب وشغل. مظبوط، بس مش لازم نقول الكلام ده عشان الناس تعتقد انه سهل يعني. هم ما عندهمش ذنب يعني، هم عايزين يتفرجوا وينبسطوا، فالناس تتفرج وتنبسط. عندنا ايه الفتره الجايه؟ ربنا يبعت. مفيش حاجه كده يعني لسه بنتكلم والله. شايفه النهضه السعوديه الكبيره اللي تم، شايفها ازاي؟ شايفه انهم الشعب السعودي يستاهل انه يتقدم له مسرح ويتقدم له سينما، وانا اوريدي شفت افلام قصيره كانت كويسه جدا ومؤثره خالص. انا بذكر عن الشعب السعودي ان هو اكبر معرض للكتاب بيحصل دايما كان في السعوديه، فده شعب قارئ، غير انه هذا الشعب برضو متذوق شعر بحكم الجينات. فالشعر قمة يعني أرسطو لما جه يتكلم على المسرح عمل كتاب اسمه فن الشعر يعني. فهم متذوقين شعر وهم قارئين جيدين، وهم يستاهلوا نهضة ثقافية كبيرة إن شاء الله بدأت ويا رب تكمل على خير.